قبل ما ابدا الانمي انا عايزك تعرف ان دوت اول فيديو ليا على القناه، وهيفرق معايا جدا اعجابكم بالمحتوى اللي بقدمه، وما تنسوش تدعمونا بالاشتراك واللايك. ويلا بينا عشان ما اطولش عليكم، عشان انا جايب لكم انمي نار. في احدى المدن كانت الوحوش اكتسحت العالم وبتقتل اللي بيقابلها، ولكن كان في شخص واحد بس قادر يسد قدامهم بشجاعته، وهو طبعا هارو الاسطوره، اقوى مستدعي ارواح والبطل الاقوى في العالم. بينقذ الناس من الوحوش دي، وبعدها بيلحق على طول شويه كده من الاطفال. بتعدي ايام عليه والمملكه والعالم كله كان بيخاف من قوته، بيعملوا له الف حساب، وعشان كده الملوك ما بيعجبهاش الوضع ده، فبيضطروا انه يعملوا له مكيده عشان يقتلوه، وبيخلوا واحده من الطلاب بتوعه تغدر بيه. فهارو في الوقت ده كان واقع على الارض وندمان، علشان خاطر الناس اللي وثق فيها غدرت بيه. بيقول لو حصلت صدفه واتنقلت لعالم تاني فمش هسيب اي حد يضحك عليا تاني. وفعلا التعويذه بتنجح، وهارو بيتولد في عالم جديد. عيلته غنيه جدا وعنده اخين هناك اللي هما جراي وسوب. المهم في الوقت ده كان هارو واتسمى سيكا، فابوه في الوقت الحالي بيشوف الولد اللي اتولد ده عنده طاقه سحريه ولا لا. بيطلع للاسف ما عندوش اي طاقه سحريه، فجراي بيقعد يضحك عليه جدا، بيقول ده عيل فاشل ملوش اي لازمه. وسيكا فعلا ما عندوش طاقه سحريه، بس طاقته الروحيه محدش يقدر عليها جدا. طبعا ابوه والكل مش عارفين ده. بتعدي ايام والولد بيكبر، وعمره بقى 3 سنين دلوقتي. واثناء ما كان ماشي في الجنينه بتاعتهم بيقطع شويه ورق كده، وبيبدا يستخدم قوته على الورق. الورق بيطير فعلا من قوته الروحيه، وبيتحول منه شويه لفئران وشويه لغربان، وده عشان خاطر يشوف الدنيا ماشيه ازاي في العالم ده. بس فجاه وهو ماشي اخوه جراي ظهر قدامه، بيروح عشان يتنمر عليه، بيضربه، وفجاه بيلاقي الغربان بتاكل في دماغه. اخوه سوفت بيسمع صريخه، بيجري عليه بسرعه، وبيكون مستغرب جدا ازاي الغربان ما هجمتش على سيكا وهجمت على جراي، بس اكيد في حاجه غلط. وبعدها بقى بيعدي الوقت بسرعه، وفجاه سيكا بقى عنده 7 سنين، وكان بيستثمر ال7 سنين اللي فاتت في تعلم السحر في العالم ده والبحث في العالم ده. وكان عمال برضه بيعمل حاجات كده اسمها الاياشي، ودي اللي هتخليه انه يقدر يستخدم قوته من العالم التاني للعالم ده. المهم فجأة في الوقت ده الباب بيخبط، وبتدخل عليه ايفا، بتقول له انا لقيت الجاكيت بتاعك ده في نص الغابة. بتقول له خده اهوت، وسيكا بياخده، وبيعرف ان جراي هو اللي رماه في الغابة. جراي فجأة هو كمان بيكون معدي بالصدفة كده، بيشتم في البنت قدام سيكا. الواد بيحاول يدافع عنها، فجراي ما بيسكتلوش، بيقول له انت واحد فاشل اصلا معدوم السحر، انت قاعد فاضي وكل شويه بتضيع هدومك في الغابه، انما انا شخص ناجح وعندي سحر عالي جدا، وهنضم لاكاديميه السحر قريب، فعشان خاطر كده لازم تحترمني. سيكا فجاه بيسمع الاكاديميه وبيفرح جدا، وبيقرر بعدها انه هيدخل فيها. في الوقت ده بقى ابوهم بينده على جراي عشان ياخده هو وسوفت يعلمهم السحر. وهو ماشي كده سيكا بينده على ابوه، بيقول له ينفع اجي اتفرج معاك؟ ابوه فجأة بيستغرب كده، ولكن في الاخر بيوافق. بيروحوا الاربعة على مكان التدريب،